احنا عايزين نعرف حاجه، حاجات عن حضرتك. دلوقتي حضرتك كدكتور وبيجي لك كيسز كتيره من الصبح لغايه بالليل، بتحمي نفسك من ده ازاي؟ بتروح البيت عامل ازاي؟ بتفصل ازاي بالظبط. لا وهل الكيسز دي لما بتيجي لحضرتك بتتاثر بيها؟ يعني احنا انسان زي ما حضرتك كنت بتقول. إيه صح بقى؟ ايه بقى؟ بتأثر، ترجع البيت تعمل ايه؟ التأثر ده بيقل قوي مع الخبرة والممارسة، لأن احنا أوكي. بنعلم حتى النواب وعلمونا أساتذتنا قبل كده في حاجة اسمها empathy not sympathy. اوكي. أن أشعر بك وليس التعاطف معك. إن أنت بتعيط فأنا دوري to offer a shoulder to cry on، أديك كتف تعيط عليه، مش همسك منديل وأعيط معاك، كده أنا بقيت خالتك مش المعالج، لأن أنا كده بقيت involved أو مشترك بمشاعري، وبالتالي مساعدتي ومهنيتي أصبحت محل تساؤل. طيب ده الكلام النظري، ده اللي المفروض يحصل. ايوه. هل ده اللي بيحصل؟ ايوه. في أغلب الوقت ولكن لا شك إن أنت كإنسان أحيانا الحدوتة اللي بتتحكي بتلمس وتر معين جواك، فيبدأ حتى تلبس البوكر فيس زيادة. وأنا شخصيا عندي حركة كده يعني هكشفها لكل مرضايا، تلاقيني مسكت القلم وبكتب وليس هناك ما يستدعي الكتابه. انا بعمل ايه؟ انا بديستراكت نفسي، فكر نفسي انت قاعد قدامك ايباد ولا قدامك فايل العيان بتسجل، انت هنا دكتور. لانك لما بتبقى متداخل بمشاعرك في الامر بالظبط، هذا ربما يفسد الخدمه العلاجيه، لانك هتنصحه نصيحه او هتنصحها نصيحه من تعاطفك معاهم وليس من فكرة أو من أساس إن ده الأفيد ليهم نفسيا. بفصل إزاي؟ دي حاجة كل الرجالة مش أنا بس. إيه بقى؟ كلنا بندور على شيء اسمه الصخرة، سمعتوا عنه قبل كده؟ الصخرة ده مكان اعتباري، الراجل بعد ما بيرجع من شغله بيبقى عايز يقعد عليه يبص في اللا شيء، nothing box، صندوق اللا شيء. أنا قاعد بفصل، مش عايز صوت، عايز أهدى، عايز أخرج كل الأصوات اللي في دماغي. عادة بين عيادتي وبيتي ما باخدش أول يوتيرن في شارع ال90 في التجمع عندنا، باخد آخر يوتيرن اللي قرب طريق السويس، عشان النص ساعة دي أنا ماشي فاتح جزء من الشباك بسمع حاجة بحبها. زي إيه؟ إيه الحاجة اللي بحبها؟ تسمع إيه في العربية؟ بتروق دماغك إزاي؟ اوكي، بسمع ايه؟ بسمع كله، لان انا عاده بحب اغنيه مش مغني، يعني انا اتعلق باغنيه للشخص. تسمع ايه الايام بس دي؟ يروق دماغك تبقى انغام خطير، صوت مصر. طب طبعا. والاغنيه فعلا يعني اللي مع حضرتك دلوقتي، الاغنيه اللي عجباك اللي على الريبلاي هو انت مين؟ يعني لو ركبت العربيه هتقول لي هو انت مين.